هاي الباكة التحفة، يلا ناكلها. تفضلوا. السلام عليكم يا ابطال، شلونكم؟ ان شاء الله الجميع بخير. طبعا اليوم اريد اروح لمطعم عراقي يسوي اكلات عراقية، يعني تقريبا نص ساعة، واريد اجرب من عنده اكلات، نشوف شنو عنده ما عنده. صراحة انا يعني ما مطلع على المنيو مالته، وانما شفته بالصدفة هنا على مطعم عراقي بالمانيا. خلينا نروح نشوف ونجيب لنا من عنده وجبة ونسوي لنا مكبنج يا ابطال. يلا مستعدين؟ نتوكل على الله ونروح له. يلا بسم الله. شوية قلنا نجرب انه اكلات عراقية. بس لا صوت السيارة عندكم عالي. سيارة ديزل فان مرسيدس. كان شغلت موسيقى دين 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 راديو او شوف شنو القرص هاي، بس كوبي رايت يوتيوب نو. طفي راسا. نعم I'm sorry guys. اوكي هذا الخط السريع. طبعا المطعم مثل ما تشوفون مطعم عراقي جيلزنكيرشن، واحلى كادر من جنة بغداد جيلزنكيرشن. عاش ايدك حبيبي، تسلموا. اكيد هنا الشواء كله على الفحم ما شاء الله، يعني شواء فحم وترتيبات. هذا المنيو موجود ومختلف الاكلات العراقية موجودة هنا. لفات قص بالصمون العراقي، صحن قص اذا تريد، وبوكسات همين على طريقة الدنر يسوون، والتكة الرهيبة مال الغنم والترتيبات. وهنا طبعا صحن مشاوي موجود، فلافل همين، وبرجر، همبرجر عراقية. واو اوكي، همبرجر منيو. حتى عندهم اطباق عربية هم موجودة، طبعا منسف اردني، وهنا مسقوف مدري شنو. اوكي دولمة باجة، مقبلات، اوكي يا ابطال. وطبعا وصلت وجبت الوجبات وياي، وظلمت الدنيا وعذرونا شويه ظلمت. هنا طبعا نسوي له ريفيو على السريع. هنا أنا عندي لفه قص بالصمون العراقي مثل ما شفتوا. مطعم صراحه رهيب. هسه هذا الريفيو مجرد ريفيو سريع ووقتي، يعني الى ان شوفوا لي هاي لفة القص العراقية الأصيلة بالصمون، وهذا شلون تارسها ترس لحم الكوم. يا الله خلونا هسه على الأقل نبلش لنا بشي دسمة معروف القص. هوبا يلا عيني خلونا ناكل. واو طعم خيالي يا ابطال. صراحة قص رهيب.
بيها طماطة قلي مرتبها ترتيب رهيب مسويها. شغل عضويات. يلا اسعاره مناسبة ورهيبة صراحة. لفة قص تحفة. واخيرا سندويشة شاورما تحس قص يعني. شوفون الدسم مال اللي فوق. دور على الكلينس لقيته. بعد جايب لي وجبات. انتظروني شوية يا ابطال، انتظروني. جايب لكم اكلات تحفة صراحة افاجئكم بيها. بس هنا شوية بالشتاء الجو يعني يظلم بسرعة، فآسف على هذا الشيء. يعني ان شاء الله مرة ثانية احسب حساب الجو يظلم واروح على وقت. شوية تأخرت انا هالمرة، وظلوا يسولفون وياي هناك الشباب الولد ما ادري شنو هاي. خلونا نشوف شنو بعد عندنا هنا. مستعدين يا ابطال؟ يلا نشوف، ليش لا. عندي لكم تحفة بعدين تطلع. شوفوا لي هنا أنا شنو يا بطل. هوبا مستعدين تلقوا لكم نظرة على هذا الطبق. الكباب العراقي يا ناس. شوفوا لي هذا الكباب شلون رتبه وحط لي بوتيته يا حبيبي ويا صديقي. هوبا شنو هالبوتيته هاي؟ لا يا حبيبي، كباب جاي تاكل مو بوتيته. لا حد يقول لي هاي بوتيته، هاي مو بوتيته، هاي كباب متشبعة بالصلصة مال الكباب. خلوني يا كباب الغنم. يلا كباب الغنم، يلا تفضلوا. شوفوا لي يلا. نعم لا يا اخويا، لا حبيبي هذا الشغل العراقي الصح. لو شوية جو بعد ما ظلم هالقد، لو بعد شوية جو ما ظلم يا ابطال. هي كاميرا هي وين رحتي؟ فوكس بته. يا حجاج انا حتى جايب لي شوكة وسكينة، شوكة وخاشوقة. قلت خاف احتاج
ذبيتهم بالجنطة جبتهم وياي. وين الخايش؟ هاي شنو؟ اوكي هاي الشوكة لقيتها. هاي راضي وياي انا مرتب وضعي، مالكم علاقة يا ابطال. يلا لا تظلم الدنيا بعد اكثر ونصير سينما بتصير ظلمة، لان وراي بعد طبق. الشغل هذا انا ما مرتاح لهذا يعني الى درجة. هذا اللايت صح يشتغل بس اصفر يصير بس. يلا شو تسوي بعد؟ احسن من الماكو. يلا شوفونا. واو. اكيد الكل يريد يشوف هاي الخبزة شنو مصيرها، شنو فيلمها، شنو شغلها. باعولي جاي يشوفوها اكيد خبزة منتهية. شنو بعد؟ كلها راح الفها. بس هاي الفلفل كترة على صفحة، البصل المشوي هوب. شنو انت يا حبيبي، والله شغلك مضبوط. مطعم جنة بغداد بجيلزنكيرشن. يا ناس اللي ما يجرب كبابه وقصه لا يعتبر روحه مجرب كباب وقص. صدقوني فد شيء اشبه بالخيال. شوفوا لي اياه ما يسيطر عليه. هاي شنو؟ مستمتع. فشي رهيب. تقدر تاكل بوتيتا. طماطية هاي التحفة. البصلاية المشوية. شوفوا الزلاطة مالته، اللهانة، مخلل اللهانة. اوكي هاي الباقي هنا زلاطة وبيها بصل، اشواق البصل، كرفس وبصل وسماق. انا ما ادري اضيع وقتي بهاي. مرة ثانية احسب حساب الجو، خصوصا شتاء وجو غائم وتظلموا بسرعة. بالصيف النهار طويل ب11، يلا تظلم الدنيا. بال10 هاي برمضان بال10 الفطور، ساعة بال10. وبالشتاء لحد الساعة ب8 الصبح، 8 ونص، والدنيا ظلمة الصبح، ما تطلع الشمس. يعني هو الجو ما يكشف، حتى لو الجو صحو بس يتأخر. اوكي انتهينا هسه من الكباب وانتهينا من القاص، وهسه تعالوا شوفونا هاي الأكلة معشوقة العراقيين اقدر اسميها، او العرب، معشوقة العالم. ما ادري اذا ياكلها ما ياكلها، وهي أكلة رهيبة وتسمى الباكا. يا الباكا العراقية، جبت لكم يبيع باكا. نعم هوبا. لا 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 لا. اللي يعجبني بيهم يا اخي كمية الاكل اللي يخلوها ما شاء الله. يخلوا لك
وجبة يعني صدق تحفة يعني، واسعار مناسبة. اسعارهم يعني لا حد يسألني عن الاسعار، صراحة مناسبة، ما تستدعي واحد يسأل السعر ايش قد ما ادري شنو، لا 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 لا، اسعارهم حلوة ومناسبة. وخلونا ناكل الباكة وراح نسويها هنا سينما بالسيارة. يهو وينات، شوفوا لي اياها لونها الحقيقي، ما اريد هذا الضوء يأثر على ابطالي وبطلاتي. هاي الباكة العراقية الرهيبة، هو خلي هنا فوقها اوه بصل طبعا وشغلات. يا حبيبي انت ويا مرتب يا مرتب يا مرتب مرتبين. يلا شوفوا لي هاي شنو هاي، شنو هاي، هاي الباكة التحفة، هاي الباكة التحفة. يلا ناكلها تفضلوا. اوبا، حاط لك نص راس ما ادري ايش قد، هاي عين وهذا جلد الراس، شوفوا لي اياه. اوه لحمة راس، لحمة راس رهيبة بها هاي الباكة يا ناس. ويلي ها لا باكة بالسيارة. انا مو من عشاق البصل، لا حد يقول لي ويا الباكة ويا الماتشة ويا الشاتشة ويا الحاكة، ما اريد البصل، اني عندي حساسية من عنده يا ناس. بس اكيد له عشاقة، اكيد انا متأكد، وخصوصا ويا الباكة يعني. وشوفوا لها حتى مخ شوي حاط لك، فنان فنان يا اخي. قوة هي مطعم جنة بغداد. اوه بعد وحدة منها شنو يا صديقي انت يا حبيبي، مرتب لك وحاط لك. ليمون موجود، هذا الليمون طقها عصرة 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 ليمون. شوف شوف شوف، اتحدى هسه، اتحدى تفتر المانيا كلها ب 15 يورو هذا النفر يا ناس. 15 يورو نفر الباكة حسب ما اظن. زين اتحداك اذا واحد حطالك هاي الكمية ب 15 يورو. مو لأن الامير بروز وحطوا له هواي، الله شاهد حطوا لي، انا طبيت لهم غير الجماعه اول بدايه ما عرفوني يعني، لاهين كانوا هاي ورحت لهم فجاه، اول مره اروح لهم انا، بس بيهم جماعه عرفوني بعدين. والله يسلمون علي وما ادري شنو، وليش ما قلت وما قبلوا ياخذوا فلوس، الله شاهد قوه قوه. قلت لهم لا ما اخذ الاكل. هاي العين وهاي لحمة الراس. هوبا شوفوا اللحم، لا حد يقول لك، لا حد يقول لك ما حاطي لك لحم، حاطي لي لحم راس. شوفوا لي لا، وتاريخي هم كميته عملاقة وكبيرة. تفضل.
يلا هاي لحمة الراس المن يا بطل ويا بطلة. افتح حلقك يا بطل، افتح حلقك يا بطلة. لحمة راس خروف عملاقة رهيبة. وهب هب عافية. الخبز الجو الناقع. لك هسه انا اكون قاعد على ميز وافسخها، هذا الراس تفسخ. يعني هم يسوون مثل اذا ريفيو بالسيارة، بس مو هيجي، اسوي لك ريفيو سريع بوكسات. انا جاي اكل باكا يا ناس، اسوي ريفيو باكا بالسيارة. نعم ويا امير بروس كل شيء جائز بالاكل، يعني بالعقل اكيد، مو تهور وكذا وهاي وكل شيء جائز ويلا ويلا، ما عليكم بي انتو. رهيبة الباكا. بربك 15 يورو، رجلين 2 وراس. ما شاء الله على الكرم، كريم يا اخي. الله يرزقك، روح روح الله يرزقك. واحد من المطاعم القليلة صراحة اللي تستمتع باكله. اكو، انا ما اقول بس هذا المطعم وبس، لا، بس قليل جدا او نادر. وحتى لو يجيب لك، انا صراحة هاي اول مرة تصادفني هيك كمية بالنسبة للاسعار، وخصوصا هسه الكل يعرف الاسعار زادت. واو. اوه شنو هاي بعد؟ لحمة الراس ما تخلص. يختار لك الراس بلحم نوعيته جيدة. شوف شوف، عملنا الشحوم والخبز. لا تقول لي ولا اقول لك، نص لسان حاط لك، نص راس كامل قاطعه بالنص، حتى اللسان. شوفوا اللسان، هذا لسان خروف مقطوع يا الراس بالنص. قطعة اسطى ما شاء الله. عظمات. نح ان شاء الله فيديوهات السيارة اكثر منهن وتتطور اكيد. يعني انتهى طبعا هذا الراس، ولا هو بيه بعد جوه وهاي، بس شلون اطلعه. وجبة تستحق السفر، نص ساعة او الذهاب نص ساعة حتى وصلها.
خلنا نشرب لنا هنا بيبسي. الفيديو كله ما شربت طبعا انا، لا بأس هسه نشرب. لا 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 اوكي يا ابطال، طبعا وصلت وياكم نهاية هذا الفيديو. مثل ما تشوفون استمتعت بوجبت وياكم، واذا تحبون بعد فيديوهات بالسيارة طبعا اللي يسأل شو سيارتك يا عمي بروز، الفيديو كله ما راوتنا اياها. طبعا هاي سيارتي انا مرسيدس بنز فاو كلاس هنا يسموها، اللي هي في كلاس، يعني فان، هي مرسيدس فان مثل ما جاي تشوفون. اوكي الدنيا ظلمة طبعا. الله شكرا على المشاهدة، لا تنسون اللايك والاشتراك، نلتقيكم باقرب فيديو.